السلام عليكم. لو محتارة تعملي غدا ايه النهاردة، تعالي وانا اقولك. بنص كيلو صدور فراخ هنعمل احلى سرفيز فتة شاورما خطيرة. يلا بينا علشان نعرف الجمال ده كله عملناه ازاي. وطبعا ما تنسيش تفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار منا بكل جديد. اول حاجة هنعمل تتبيلة الشاورما بتاعتنا. هنجيب بولة ونحط فيها معلقتين كبار من الزبادي بما يعادل كوباية زبادي من الصغيرة، وعليها ربع كوباية من الزيت، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة كبيرة من الكاتشب، معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان. لو أي حاجة من الصوصات دي مش متوفرة استغني عنها خالص واستبدليها بمعلقة من العسل الأسود. بعد من كده معانا عصرة نص ليمونة بمعدل معلقة عصير ليمون، معلقة خل، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسمر وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وبهارات شاورما ومعلقه صغيره من البابريكا. بنقلب التوابل كويس جدا لحد ما تختلط مع الزبادي. بعد كده هنجيب صدور الفراخ بتاعتنا، معانا نص كيلو من صدور الفراخ مغسوله ونضيفه، بنقطعها شرايح طوليه زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. بعد من كده بنحط الصدور بتاعتنا في التتبيله وبنقلبها كويس جدا علشان تتشرب من التتبيله بتاعتنا. بعد كده بنغطيها وبنسيبها في التلاجة من 2 ل3 ساعات. بعد كده هنجيب العيش بتاعنا ونقطعه مربعات زي ما احنا شايفين، عيش بلدي عيش لبناني المتوفر عندك استخدميه. بعد من كده هنجيب صينيه ونحط فيها العيش بتاعنا بعد ما قطعناه، والخطوة دي ممكن تستغني عنها بانك تحمصي العيش في الزيت على النار، لكن في الفرن بيكون اخف واطعم بكتير. هنحط الخبز بتاعنا في الصينية، وبعد كده هنجيب معلقتين كبار او 3 معالق كبار من الزيت او السمنة المتوفر عندك، ونبتدي ان احنا نقلب الخبز بتاعنا في الزيت او السمنة لحد كله ما يتشرب من المادة الدهنية. بعد كده بدخله في الفرن على درجة حرارة 200 شواية بس. وده شكل الخبز بتاعنا بعد ما اتحمص. ودلوقتي هنعمل مع بعض صوص الشاورما. معانا علبة زبادي صغيرة وعليها 3 معالق كبار من المايونيز، فصين توم مفرومين، وعصرة نص ليمونة، رشة ملح، معلقة صغيرة من الخل. بنقلب الزبادي والمايونيز كويس جدا مع عصير الليمون والخل لحد كله ما يندمج مع بعضه. بعد من كده بنزل ب3 معالق كبار من الطحينة الخام وعليهم ربع كوباية من المية. بنزل بالمية بالتدريج لحد ما اوصل للقوام المطلوب. انا عايزة الصوص بتاعي ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. المية بتاعتي لازم تكون مية عادية جدا، لا هي مية باردة ولا هي مية سخنة. ببتدي ان انا انزل بالمية واحدة واحدة على الزبادي والمايونيز والطحينة لحد ما اوصل للقوام المطلوب. انا هنا اخدت بالظبط ربع كوبايه من الميه. بنزل بالميه واحده واحده وابتدي ان انا اقلبها كويس جدا مع الزبادي والمايونيز لحد ما اوصل لصوص قوامه مظبوط زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد من كده هظبط الملح بتاعه والفلفل الاسمر والكمون وبقلبهم كويس جدا واحتفظ بيها لوقت الاستخدام. هو ده قوام الصوص بتاعنا اللي احنا عايزينه. طيب هنيجي بعد من كده هنعمل الرز بتاع الفتة بتاعتنا. عندنا قرنين من الفلفل الأخضر، عود قرفة خشب، ورقتين لوري، و2 حبة نجمة اليانسون، وفلفل حصى. بعد كده عندي كوبايتين من الرز البسمتي المغسول بس مش منقوع ولا حاجة، مغسول فقط. بشوح الرز كويس جدا مع التوابل بتاعتي لحد ما تتشرب من بعضها. بعد كده عندي معلقة كبيرة من الملح ونص معلقة من الكاري وبودرة الزعفران. بقلب الرز كويس جدا لحد الرز ما يتشرب من التوابل بتاعتي. بعد كده بنزل ب4 كوبايات من المية، كوباية الرز عليها كوبايتين من المية. بقلبهم كويس جدا واسيب الرز بتاعي لحد ما يتشرب. وده شكل الرز بتاعي بعد ما اتشرب. ببتدي في المرحلة دي ان انا اقلبه تقليبة واحدة بس واهدى عليه واسيبه لحد ما يستوي. في الوقت دوت بتكون التتبيلة بتاعتي بقت جاهزة والشاورما بتاعتي بقت جاهزة. بجيب طاسة واحط فيها معلقتين كبار من الزيت. بعد كده مجرد ما الزيت بتاعي بيسخن ببتدي انزل بالشاورما بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده، شوية شوية في الطاسة
مجرد ما احط الشاورما ما بقلبهاش نهائي، هي بتبتدي تتشمع من تحت او تاخد تحميصه من تحت. في الحاله دي ببتدي ان انا اقلبها. وده شكل الشاورما بتاعتي بعد ما اتشربت التتبيله بتاعتها. شايفين بقت ناشفه جدا وما فيهاش اي سوائل. انا هنا بوريكي ان التتبيله بتاعتي اتشربتها الشاورما. مجرد ما الشاورما بتاعتي بتستوي ببتدي ان انا انزل ببصله متقطعه جوانح، ورقتين لورا. بقلب البصل كويس جدا مع الشاورما وياخد تقليبه مع بعض تقريبا دقيقتين. بعد كده بنزل بالفلفل الالوان المتقطع جوانح. حابه تستخدمي الفلفل الالوان مفيش مشكله، لو مش عايزه او مش حابه ممكن تستعملي الفلفل الاخضر. لو مش عاوزه لا ده ولا ده ممكن تستغنى عنه، مفيش اي مشكله خالص. بقلب الفلفل والبصل كويس جدا مع الشاورما لحد ما ياخدوا من طعم الشاورما. انا هنا الشاورما بتاعتي بقت جاهزه ومفيش فيها اي سوائل، وده معناه ان الشاورما بتاعتي مظبوطه 100%. بعد من كده بجيب حته فحمه واولعها واغطيها بالغطا. الخطوه دي اختياري لانها بتفرق جدا في طعم الشاورما، بتحسي كأنك تاكلي شاورما على الفحم. بعد من كده هنرص الطبق بتاعنا. هنجيب الخبز اللي احنا حمصناه وبننزل عليه بمعلقتين او 3 من صوص الشاورما او صوص الفتة بتاعتنا. بعد من كده هننزل بالرز الاصفر بتاعنا اللي احنا عملناه. شايفين الرز بتاعنا؟ شايفين مفلفل ازاي؟ شايفين جماله؟ ايه رأيكم في الجمال؟ بعد من كده هننزل بالشاورما بتاعتنا فوق الرز بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. شايفين جمال الشاورما بتاعتنا؟ بعد من كده هنجيب الخبز بتاعنا ونحطه على السرفيز او على اطراف السرفيز زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. بعد من كده هنجيب صوص الشاورما بتاعتنا او صوص الفتة وهنبتدي ان احنا نحطه على وش الشاورما بتاعتنا وعلى الخبز كمان. ما تخافيش، الخبز بتاعنا مش هيطرى، الخبز بتاعنا هيفضل مقرمش وطري ولذيذ في نفس الوقت. شايفين الجمال؟ شايفين شكل السرفيز؟ لوحة فنية وما اقولكيش على الطعم، حاجة كده خطيرة. بعد كده هنديها رشة كزبرة خضراء من على الوش وده بيديها طعم وريحة كمان. طيب ندوق بقى طعم الشاورما بتاعتنا ونشوف ايه الاخبار. شايفين تناسق الالوان؟ شكل المعلقة لوحده يفتح النفس. اتمنى انكم تجربوها وان شاء الله تنال رضاكم وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. في رعاية الله. سلام عليكم. باي باي.